نجوم الفن عن جنازة والدة يسرا اللوزي، وايه السر ورا اللون الابيض اللي بتلبسه كل مرة يسرا اللوزي في العزاء، ومين هم بعض النجوم اللي حضروا جنازة والدتها. شيعت بعد عصر اليوم الجمعة جنازة سوسن فؤاد المرديني والدة الفنانة يسرا اللوزي، حيث تم تشييع جثمانها من مسجد عمر مكرم. وغاب عن جنازة والدة يسرا اللوزي نجوم الفن، وما حضرش غير الفنان اياد نصار وسارة عبد الرحمن ودنيا سمير غانم وميرفت امين وسلوى محمد علي. بملابح شاحبة زارت الفنانة يسرا اللوزي اثناء تشييع جنازة والدتها التي وفتها المنية مساء امس، وكانت لابسة بلوزة بيضاء، مما اثار تساؤل العديد ايه سبب ارتدائها هذا اللون في الجنازة. ودي مش المرة الاولى اللي بترتدي فيها الفنانة يسرا اللوزي الملابس البيضاء اثناء تشييع جثمان احد اقاربها، فقد سبق وارتدت نفس اللون في جنازة والدها. لكن قبل ما نعرف هي ليه كل مرة بتلبس ابيض في صلاة الجنازة، خلينا اقول لكم ان تم دفن جثمان والدة الفنانة يسرا اللوزي بمقابر عائلة اللوزي بالامام الشافعي، على ان يقام العزاء بمنزل الفقيدة من يوم الجمعة ليوم الاحد عقب صلاة المغرب. اما عن سبب ارتدائها للابيض، تحدثت يسرا اللوزي في وقت سابق خلال احدى اللقاءات التلفزيونية عن سبب ارتدائها لهذا اللون، وقالت سر ارتدائها للملابس البيضاء في عزاء والدها لطقوس اهل الشام الذين يرتدون اللون الابيض بدلا من اللون الاسود في العزاء، وده مش شيء غلط. والدتي سورية واهل الشام لا يرتدون السوداء في العزاء، الابيض يهدي الاعصاب واللي بيموت بيرتاح. وحرصت الفنانة يسرا اللوزي على مرافقة جثمان والدتها اثناء نقله من المستشفى الى المسجد. يا ريت كلنا ندعي له بالرحمة والمغفرة.